ثلاث بطولات الأولى ورجعت شاركت في هذه البطولة. ما شاء الله عودة قوية، من أول شوط نافست منافسة قوية لولا إسقاط حاجز، واليوم ما شاء الله مركز أول ومركز سابع. كيف كانت تجهيزاتك أو التأهيل بعد الإصابة؟ أول شيء الإصابة هذه اللي سويتها أنه بسبب إصابة قديمة قبل 10 سنوات. العملية هذه الأخيرة كانت تصحيح للأربطة القدم اليمنى. سويتها في ألمانيا بعد شاركت في ألمانيا فترة، 3 بطولات ممكن، وبعد الفترة الأخيرة سويت العملية. ارتحت تقريبا 2.5 تقريبا أو 3 شهور إلا شوي يعني. الدكتور البروفيسور أعطاني الضوء الأخضر إني أبدأ أركب قبل ممكن 4 أيام، ابتديت إني أركب. كانت الفرص سلينة الحمد لله، كانت جاهزة للمالك الفارس سلطان العاصمي. ساعدتني إنه جاهزيتها إنه يعني أظهر بالمستوى الحمد لله اللي شفته، وقدرت إني أمس أقدم جولة ممتازة معها وسريعة لولا إسقاط الحاجز. واليوم الحمد لله قدرت أتمكن إنه أخذ المركز الأول فيها. والحصان الثاني برضه أوبلكس، كانت هذه أول مشاركة للحصان، وما حبيت انه انافس فيه لانه ابغى يتجهز الحصان، ياخذ وقته فعشان كذا ما كنت انافس على الزمن، والحمد لله كان مستوى ممتاز. هل كان سبب إجراء العملية في فرانكفورت، هل هي زادت عليك الإصابة ولا كان مخطط لها من قبل يعني؟ هو في ألم يعني في الركوب، يعني كان ألم يضايقني لدرجة أوقات أمتنع إني أركب أكثر من حصان، يعني حصان واحد وخلاص ما أقدر أركب أكثر منه. وكانت العملية لازم إنه خلاص إنه فترة طويلة، فلازم إنه إذا أبغى أستمر وأنا مرتاح لازم أسوي العملية. كانت العملية مو بسهلة عشان إنه أسويها بسرعة، كان يحتاج إنه قرار وإنه أكون في شخص على المستوى في الخبرة وبروفيسور في العظام، إنه عشان العملية هاي ما تسوى أكثر مرة، يعني من أولها يا تنجح يا ما تنجح، والحمد لله. تجهيزات عبد الرحمن وسلينا الكاس وزارة الشؤون الاجتماعية يوم السبت. والله الحمد لله كبداية مبشرة بالخير، يعني على المستوى أمس كانت الحواجز ما كانت واطية. واليوم برضه